عايز تعرف يعني ايه الكرة المصرية؟ يعني الزمالك يلعب الانتاج الحربي مباراتين، دور اول ودور تاني، الفرق بينهم اقل من شهرين، منهم شهر ونص توقف كاس الامم الافريقيه. خلصت كده؟ طبعا لا. يلعب الانتاج يوم الاربع وخبط لزق كده يلعب الاولمبي في الكاس يوم الجمعه. لا بجد هو ينفع كده؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع. ومن الجدير بالذكر ان الزمالك لعب الانتاج دور اول ودور تاني ولسه ما لعبش طلائع الجيش ولا مره الموسم ده لغايه دلوقتي، وهيلعبوا يوم الاثنين الجاي مباراه الدور التاني، وبعدها ب 15 يوم هيلعبوا مباراه الدور الاول. حد فاهم حاجه؟ وهو المطلوب اثباته. مش هنتكلم تكتيك النهارده لان مفيش تكتيك نتكلم عليه اصلا. اكلمكوا ازاي؟ كلمونا بالحقائق. الزمالك لو كمل بالشكل ده مش هيعمل حاجه في اي حته السنه دي يا معلم سلطان. البيت ده هيتطربق فوق دماغ اهالينا يا معلم. الزمالك كسب النهارده بس بالروح والفروقات المهاريه، غير كده بلح. الزمالك بيبدا لاول مره السنه دي 4-4-2 صريحه، بالشناوي لحراسه المرمى، قصاده اسلام جمال والونش، على يمينهم احمد توفيق وعلى شمالهم معروف يوسف، 2 ديفندرات دونجا وريكو، محمد ابراهيم على اليمين واحمد رفعت في الشمال، و2 روس حربه باسم مرسي كم ملاحظه على التشكيل. 1. انت بتلاعب 7 مجموعته في دوري الدرجه الثانيه، قلقان من مين فيهم عشان تنزل باحمد توفيق باك رايت؟ 2. بما انك بتلعب بباكين يمين وشمال مش مركزهم اصلا، وغالبا وده اللي حصل فعلا، مفيش كروسات كتير هتتلعب، بتلعب ب2 فراوده منهم احمد جعفر ليه؟ 3. اللي رجع احمد جعفر الزمالك مرضي كده يا عم؟ مش مهم اي حاجه، المهم تكون مبسوط. احمد جعفر النهارده كانت فرصته يظهر ويتصيد، لكنه قضى مدته وخرج زي النسمه ولا حد حس بيه وسط تأوهات جماهير الزمالك. بس بجد عاوز تفسير، كل ما يتعمل اوفر او كروس من الاطراف جعفر بيصدمنا انه يا بيفوتها لباسم او بيوطي عشان تعدي منه برضه، المهم ما ياخدهاش والسلام. لسه هيحاول وينط ويشب وتضيع منه والجمهور يسبله، وعلى ايه الطيب احسن والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. ده بايننا هيبقى مرار طافح. شوط اول سريالي بالنسبه للزمالك، تخليص ذنوب يعني. لما اول كورنر للزمالك يبقى في الدقيقه 40 من الشوط الاول، ولما اساسا الزمالك يدخل الماتش مع الاولمبي في الدقيقه 35، قبلها الاولمبي بيلعب ماتش كويس على الزمالك وبيروح وبيضيع، لا وله كره في القائم، يبقى في مشكله ومشكله كبيره كمان، واللي مش شايف كده يروح يتفرج ويشجع كره طايره او هاندبول. ملاحظه اخيره، الفلوس اللي اتدفعت في احمد رفعت حلال وما يقعدش لاي حد كائنا من كان، الحته الشمال بتاعته بيته ومطرحه، يبقى المنطق بيقول اللي بيعرف حاجه يعملها، وكفايه افتكاسات بقى. الشوط الاول بالنسبه للزمالك كان 10 دقايق بس، ضيع فيها مجموعه فرص بطرق واوضاع مختلفه من باب التجديد يعني. شوط تاني برضه ما فيهوش حاجه تكتيكيه معينه ممكن تقفشها بايدك، الاولمبي بينقل الكوره مش وحشه، والزمالك بيضيع وسط علامات استفهام كتير على اداء محمد ابراهيم واحمد جعفر. باسم بيحاول يمين وشمال وبيضيع انفراد شديد جامد جدي، وبيعوضه بجون بعد 6 دقايق من اسيست لعيب حريف ومتمكن هو احمد رفعت. لو اتاخر شويه الجون ده كان ممكن حلمي يتم اقالته قبل الشوط ما يخلص، وما كنتش هستغرب لو كنت لقيت 2 داخلين من بره الملعب شايلين حلمي وطالعين بيه. شوط تاني ما يعلم بيه الا ربنا، تكفير ذنوب شبه اخوه الاولاني بالظبط، ما فيهوش غير ظهور ايمن حفني اخيرا وجون عالمي لدونجا من اسيست لحسام باولو. الصراحه والشهاده لله الجون ده خساره في الماتش ده، جون فكرنا اننا بنتفرج على ماتش كوره وقلب علينا المواجع، ان ده اول جون للزمالك يجيبه من شوطه من بره ال 18 من قبل الزمان بزمان، من ايام كام جيل فاتوا. والجون ده مش صدفه، عملها دونجا في الشوط الاول وما ظبطتش معاه، وجاب جون المقصه في الزمالك الموسم اللي فات بنفس الطريقه. يعني انت عندك حلول اهو ما بتستغلهاش من بره ال 18. السؤال دلوقتي والاجابه مساله وقت مش اكتر، مين اللي عليه الدور يدرب الزمالك بعد محمد حلمي؟ سؤال عميق بعد المستوى اللي شفناه للزمالك في ماتشات الاهلي والانتاج والاولمبي. ازاي ما تمش اقاله حسام البدري من تدريب الاهلي لغايه دلوقتي؟ ده اقل واجب الصراحه.